أي عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد. اليوم باش نعملو مع بعضنا قطو نوازيت بقدر التربية باش تعجبكم برشا، خفيفة وبنينة على الاخر. باهي أول حاجة باش نحضروا كريمة الزبدة، باش نطيبوا كريمة. كريمة العادة والعويد 600 مليلتر حليب وزوز باكوات كريم ديسير، خلطوهم بالباهي على البارد. اخترنا انه نعملوا كمية قليلة من الحليب خاطر حاجتنا بالكريمة تكون عاقدة شوي. كما تفهمنا خلطوها على البارد وبعد لك نحطوها فوق الغاز ونبقوا نحركوا. النار ملازمهاش تكون قوية. وبعد ما قصينا الغاز نحطوها على جنب ونحط عليها 50 جرام زبدة ونحركوا بالباهي حتى لين يذوب الزبدة. بعد لك باش نحط السكر. حطيت 6 مغارف. القوم تاعها مش حلوة برشا، كيما تحبوا القوم تاعها حلوة تزيدوا على 6 مغارف، 8 7 حاجة كيف هكاك. به توكا نمشو نحضروا الجنواز متاعنا. قسمنا ابيض العظمة وعلى الاصفر. نبدو نحركوا ابيض العظمة، نزيدوا السكر متاعنا على مراحل باش الابيض يطلع بالباهي. وكما قاعدين تاروا معانا نزيدوها باكو سكر فانيليا متاع 10 جرام، ونكملوا نزيدوا السكر متاعنا بشوي بشوي. ومن نسيبوا الابيض العظام كان ما نتاكدوا اللي العظام سيء ولا خفيف، كل قطن بالضبط. أروا معايا كيفاش كمية الأبيض العظام تبدلت على الآخر، زادت على الآخر. توكا نبدو نحركوا الأصفر، نزيدوه سكر فانيليا باش ينحز فورية العظام. ونبقوا نحركوا الأصفر العظام متاعنا ليبيض شوي. وتو نزيدو من المزيج الأبيض متاعنا للأصفر العظام، نزيدوه يمكن حكيت هكاك 5 مغارف باش الأصفر العظم ما يخف ما يطيحناش العظام كي نحطوه. خلطوا بالباهي وتوكا نبدو نزيدو أصفر العظام للأبيض ونحركو من فوق للوطة. أهم حاجة هي طريقة التحريك باش العظام متاعنا ما تطيحش والجنواز تبقى خفيفة. وتويك نجيبو 150 جرام فرينة نحطو عليهم 10 جرام خميرة ونصفوهم بالباهي باش كنحركو ما تصيرناش كعابر متاع فرينة. وكيما تفهمنا أهم طريقة هي التحريك، نحركو كل عادة من فوق للوطة بالسياسة للفرينة الكلية تتخلط بالباهي. وتو نبدو نحضر الطبق متاعنا. خذينا بابي كويسون قصيناها على شكل الطبق متاعنا بالضبط وندهنوه بالزبدة حتى على الجناب باش الجنواز متلصقش في الطبق. باهي تو بعد ما دهناه بالزبدة نصبو نص الكمية متاع الخليط باش بقية الخليط متاعنا نعملوه بالكاكاو باش نعملو قطو متاع طبقتين. باهي نحرصوا على انه الفقاقيع ما تبقاش والكل كان نحركوا الطبق بالباهي. في الوقت هذا يكون الفور سخن على درجة حرارة 180. لازم الفور متاعنا يكون سخون. باهي تو كان نرجعوا لكريمة الزبدة متاعنا. اول حاجة باش نحركوا الكريمة اللي سبقوا انه بردناها في الفريجيدير بالركاز الكهربائي. بعد ليك نصبوا الزبدة، عنا 300 جرام زبدة حيوانية، نحرصوا على انها تكون زبدة حيوانية خير برشا من المارغرين. تو صبيت 150 نص الكمية متاع الزبدة معناها نحركوا بالباهي ونرجع نصبوا نص الكمية الأخرى باش الزبدة تتخلط بالباهي هيك. علاش ما حطيتهاش في مرة واحدة. وتحرصوا على انه الزبدة ما تكونش باردة، اني اللي هني كانت باردة معايا شوي برغم لي ما هي كانتش في الفريجيدير اما الطقس بارد. حسيتها كلي بقت هيك تظهر شوي في الكريم تاعنا. وتوك نحطوا كريم شانتيه باكو واحد ونخلطوا بالباهي باش تجينا كريمة زبدة بنينة على الاخر متماسكة. القوام متاعها باهي برشا. تو نحطوا باتنوازات اللي هي بفريوة محمسة سبق وحمستها ورحيناها بالباهي لين تخرج لين قرت الزيت متاعها.
وهيك نتحصلوا على بات نوازيت، ونحطوها في كريمة الزبدة ونحركوا بالباهي باش تجينا كريمة زبدة بطعمة وريحة النوازيت مش نورمال. تو بعد ما تهنينا على الطبقة الأولى نجيبوا الطبقة الثانية اللي كيما تفهمنا باش نحطوا لها الكاكاو، خلطناها بالكاكاو كيما العادة، حتى وانتم تحطوا في الكاكاو من الفوق للوطة باش الأبيض متاع العظام ما يطيحش، وحطيناها في الفور كيما العادة. هذه الطبقة متاعنا الأولى اللي في الوقت اللي قاعدة تطيب فيه الطبقة الثانية لازم هذي تبرد. كيفاش انه باش نحافظوا عليها طرية والكليكة، نحطوها في قماش نظيف وكبير نلفوها من الجوانب الكليكة، وكيما تارو هذي معنا الريزلتا. هذه الجنواز متاعنا خفيفة شادة روحها على الاخر ماهيش تتفترش. وتو باش نطرحوا مع بعضنا كريمة الزبدة على كامل القطو. حبيت نستعمل القرطاس هذاك باش تجينا كمية الكريمة مسوية، معناها مستوية مش طبقة خشينة وطبقة جويدة. بعد ما طرحنا الكليكة باش ما تبقى لناش فراغات استعملنا المغرفة، طرحناها بالباهي بالباهي. كيما قاعدين تارو معايا هيك ما فما حتى فراغ. تويكا باش نرشوا عليها البفراوة اللي سبق وحمسناها كيما حكيت لكم، حمسناها وهروشناها بالباهي. هذه الطبقة الأولى. الطبقة الثانية باش تكون الجنواز اللي زدنا عليها الكاكاو. كيما تارو معانا الجنواز الزوز كل بالكاكاو واللي بليش الزوز خفيفين ما يتحلوش شادين رواحهم ما تتفترشش حاجة بالرسمي طيارة طيارة باش تعجبكم. حطينا السيروم على الجنواز. السيروم شنو اللي هو قهوة ومئة قهوة وسخناها شوي باش القهوة تذوب. نشربوها للجنواز بكلها. وتوا نكملوا نطرحوا عليها كريمة الزبدة حتى على جناب بالباهي بالباهي. القطو الكل لازم تكون مغطية. وتوي كان نحطوا البفريوة في كامل 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 خبزة القطو. بقدرة ربي باش تعجبكم. حاجة خفيفة على الاخر بنينة برشا فاوحة نظيفة. بقدرة ربي بعد الوصفة هذه تستغنوا جملة على قطو الباتيسيري. وبقدرة ربي باش تعجبكم برشا برشا.